أهلا بيكم يا جماعة. لو حد فينا بيعمل مشروع تخرج في الذكاء الاصطناعي أو لسه بيبدأ في مجال الكمبيوتر فيجن، أكيد الاسم ده عدى عليه. يولو. في الكام دقيقة الجايين دول هنفك شفرة المصطلح ده، هنفهمه ببساطة شديدة ونعرف هو إيه بالظبط وليه عامل كل الضجة دي. طيب هنتكلم في ايه النهارده؟ بصوا، هنبدأ الأول ونعرف ليه أصلا يولو ده مهم. بعدين هنفهم معناه ايه بالظبط وفكرته العبقرية، وهنشوف بيشتغل ازاي من فوق كده من غير أي كود خالص. وبعدها بنستخدمه في ايه في حياتنا اليومية، وهنعمل مقارنة سريعة بينه وبين الأرسينين. وفي الآخر خالص هنلخص كل ده في كام نقطة، ونشوف لو حابب يكمل في الموضوع ده يعمل ايه. يلا بينا نبدأ بأهم سؤال. هو ليه أصلاً يولو ده ظهر؟ يعني إيه المشكلة اللي كان بيحلها؟ بص، المشكلة كلها كانت في تحدي واحد بس، كبير قوي. إزاي نخلي الكمبيوتر يشوف، مش بس يشوف الصور، لأ، إزاي يفهمها زي ما احنا بنفهمها بالظبط، والأهم يفهمها بسرعة البرق. الموضوع كله بيتلخص في السؤال ده: إزاي الكمبيوتر يقلد مخنا؟ فكر فيها كده. أي حد فينا أول ما بيفتح باب أوضة في لمحة بصر، في أقل من ثانية بيكون خلاص عارف إن هنا في كرسي وهنا في ترابيزة وشباك. إحنا كنا عايزين نوصل الكمبيوتر للإحساس ده، السرعة دي في الفهم. يعني الهدف كله إننا نتحول من الصورة دي للصورة دي، ناخد صورة عادية خالص ونخلي الكمبيوتر هو اللي يقول لنا خلي بالك ده شخص وده حصان ومكانهم اهو، ويرسم مربع حوالين كل واحد فيهم. العملية دي هي اللي اسمها في المجال بتاعنا Object Detection، ودي حرفياً أساس أي حاجة ليها علاقة بالرؤية في الذكاء الاصطناعي. وهنا بقى بيجي دور البطل بتاعنا يولو. يولو كان هو الحل. فكرة بسيطة جدا بس عبقرية، حلت المشكلة المعقدة دي، وهو اللي بكل بساطة غير شكل الأوبجكت ديتكشن في العالم كله. عبقرية يولو كلها في فكرته. بدل ما الكمبيوتر يقعد يعمل عمليات معقدة ورا بعض عشان يلاقي الحاجات اللي في الصورة، يولو قال لك لأ، الموضوع كله هو مشكلة واحدة بس. هنبص على الموضوع على إنه مشكلة ريجريشن بسيطة. يعني إيه؟ يعني الكمبيوتر هياخد الصورة ويطلع شوية أرقام، بس كده. الأرقام دي هي اللي بتوصف مكان المربع اللي حوالين كل حاجة. الموضوع كله بيخلص في خطوة واحدة: دخل الصورة، طلع الأرقام، خلصت. عشان نفهم العبقرية دي لازم نشوف زمان كانوا بيعملوا إيه. المودلز القديمة زي ال RCNN كانت بطيئة جدا. طب ليه؟ تخيل معايا إنك ماسك عدسة مكبرة وبتبص على صورة ضخمة، وبتمشي بالعدسة دي على كل حتة في الصورة مربع مربع عشان تدور على حاجة. هو ده اللي ال RCNN كان بيعمله، بيبص على آلاف الحتت المحتملة في الصورة واحدة ورا التانية. طبعا ده بياخد وقت طويل قوي. ومن هنا بقى جت التسمية العبقرية يولو، اللي هي اختصار ل You Only Look Once، يعني انت بتبص مرة واحدة بس. الموديل مش محتاج يعمل زي الطريقة القديمة ويمسح الصورة حتة حتة، لا، هو بياخد الصورة كلها كده بصة واحدة، وفي نفس اللحظة دي بيطلع لك كل حاجة موجودة فيها. الفكرة اللي تبان بسيطة دي هي سبب سرعته الرهيبة، وهي اللي قلبت المجال كله حرفياً. طيب تمام، الفكرة حلوة، بس إزاي ده بيحصل فعلا؟ من غير ما ندخل في أي معادلات أو كود، الموضوع أبسط بكتير من ما أي حد يتخيل. الموضوع كله ماشي كده. تخيل إننا جبنا الصورة ورحنا رسمين عليها شبكة، زي شبكة كراس المربعات كده. تمام؟ كل مربع صغير في الشبكة دي بيبقى ليه وظيفة واحدة، إنه يبص ويقول هل في أي حاجة مهمة مركزها عندي هنا؟ بس كده. وفي الآخر الشبكة كلها، كل المربعات دي مع بعض، بتطلع التوقعات بتاعتها في نفس اللحظة، مرة واحدة. ولما بنقول إن الكمبيوتر بيحدد مكان حاجة، بنقصد إيه؟ بنقصد إنه بيرسم حواليها مستطيل. المستطيل ده هو اللي بنسميه الباوندينج بوكس، وهو مش أكتر من 4 أرقام بتوصفه: مكانه فين على الشاشة X و Y، وعرضه قد إيه، وارتفاعه قد إيه. بس خلاص. حلو قوي الكلام النظري ده، بس الخلاصة إيه؟ بنستخدمه فين في حياتنا الحقيقية؟ يلا بينا نشوف إزاي السرعة دي بالذات خلتنا نعمل حاجات كانت تعتبر خيال علمي. هنا بقى بتظهر القوة الحقيقية اليولو، السرعة. الموديل الأساسي منه بيقدر يعالج 45 فريم في الثانية الواحدة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الفيديو اللي شغال قدامنا ده هو بيقدر يفهم كل صورة فيه ويعرف إيه اللي بيحصل بشكل لحظي، ريل تايم. زي ما عينينا بتشوف الفيديو، الكمبيوتر بيشوفه وبيفهمه في نفس الثانية. دي كانت ثورة بجد وقتها. وبسبب السرعة دي بقينا نشوفه في كل حتة حوالينا. العربيات اللي بتسوق نفسها محتاجة تفهم الشارع لحظة بلحظة، الأجهزة اللي بتساعد الناس اللي نظرهم ضعيف، الروبوتات اللي محتاجة تتفاعل مع البيئة اللي حواليها بسرعة، تحليل الفيديوهات اللي شغالة لايف. وطبعاً لو أي حد بيفكر في مشروع تخرج قوي ومختلف،
يولو يعتبر اختيار ممتاز جدا. تمام. عشان الصورة تكمل مهمة قوي نقارن يولو باللي كان موجود قبله ال RCNN. المقارنة دي هتورينا بالظبط هو قوي في إيه وضعيف في إيه. طيب بصوا معايا على الأرقام دي. الإيميب ده مقياس الدقة، كل ما الرقم ده يعلى كل ما يكون أحسن. هنلاقي إن الفاست RCNN دقته أعلى شوية، مش فارق كبير قوي. لكن بصوا بقى على السرعة، يولو بيعالج 45 فريم في الثانية، الفاست RCNN بيعالج نص فريم. متخيلين؟ نص فريم في الثانية، يعني بياخد ثانيتين عشان يعالج صورة واحدة بس. الفرق ده هو اللي بيفرق بين تطبيق بيشتغل لايف قدامك وتطبيق تاني ما ينفعش يشتغل غير على صور متسجلة. والرسمة دي بتلخص القصة كلها. بصوا، يولو أحياناً بيغلط في إنه يرسم المربع بالظبط على قد الحاجة اللي بيلاقيها. يعني ممكن المربع يبقى واسع شوية أو ضيق شوية، دي بنسميها localization error. في المقابل بقى الفاست RCNN غلطته الأكبر إنه ساعات بيشوف حاجات مش موجودة أصلاً، بيتخيل إن في جسم في الخلفية وهم مفيش حاجة، ودي بنسميها background error. طب ليه يولو أحسن في الحتة دي؟ عشان هو بيبص على الصورة كلها مرة واحدة، فبيبقى فاهم السياق العام وصعب يغلط الغلطة دي. تمام قوي. كده احنا أخدنا جولة سريعة ومهمة عن يولو. تعالوا بقى نلخص أهم النقط اللي قلناها ونشوف ايه الخطوة اللي جاية لو حد فينا مهتم يكمل. طيب إيه أهم 3 حاجات نطلع بيهم من الكلام ده؟ أول حاجة إنه unified، يعني هو نظام واحد متكامل مش كذا خطوة ورا بعض. تاني حاجة إنه real time، سرعته تسمح إنه يشتغل على فيديو لايف. تالت وأهم حاجة إنه global، بيبص على الصورة كلها كقطعة واحدة، وده بيخليه يقلل أخطاء كتير. طيب لو حد عجبه الموضوع وحابب يتعمق أكتر، دي شوية حاجات ممكن يبدأ بيها. ممكن تبحثوا عن المصطلحات دي Real Time Object Detection و MAP عشان تفهموا أكتر إزاي بنقيم دقة المودلز دي، و Bounding Box Regression عشان تعرفوا السحر ورا تخمين مكان المربعات دي بيحصل إزاي. وطبعاً مفيش أحسن من إننا نرجع للمصدر، البيبر الأصلية اللي غيرت كل حاجة. وفي الآخر خلونا نسيب نفسنا مع السؤال ده دلوقتي. بعد ما الكمبيوتر بقى عنده القدرة إنه يشوف ويفهم العالم بتاعنا بشكل لحظي زينا بالظبط، تفتكروا إيه المشاكل اللي كانت مستحيلة زمان وبقت ممكنة النهاردة؟ الباب اتفتح على إمكانيات ملهاش آخر.